متابعين الكرام عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اكتر وصفه واولادي بيحبوها، تنفع بقى في عشاء، في غدا، في فطار، وظفيها زي ما انت عايزه، بس فعلا الاولاد بيحبوها جدا جدا. دي عباره عن ورقه جلاش بنقطعها خرط بالمنظر اللذيذ الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ولو عندك ورقه جلاش مركونه في الفريزر بقالها ايا كانت المده، شغليها هتشتغل معاك زي الفل في الوصفه ديت، وهتبقى جميله جدا. بعد ما قطعناها خرط بالمنظر الجميل ده، نرجع نفككها من بعضها كده عشان تبقى شرايط بالمنظر ده، ونجيب صينيه ندهنها سمنه ونحط اول طبقه، وبعدين نجيب بقى كوبايه من الزبادي. هنعمل خليط، الخليط ده هو اللي هيطلعها طريه وجميله جدا. عليها بضايه، ربع كوب زيت، يا ريت الزيت يكون نظيف، سامحوني انا عارف ان الزيت غالي اليومين دولت، ورشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، وتقلب قلب قلب لحد لما يبقى بالمنظر ده، ونخففها بكوبايه لبن. هو ده الخليط بتاعنا. تمام كده زي الفل. هناخد بقى الخليط دوت، هناخد منه كبشه، وهنبتدي نغطي بيه الصينيه بتاعتنا، كبشه او كبشتين بالظبط كده، اللي احنا حاطين نص الكميه. وبعدين هنحط الحشوه بتاعتنا. الحشوه هنا كانت لحمه مفرومه. ايه بديل اللحمه المفرومه؟ ممكن تبقى تونه، ممكن تبقى لانشون، ممكن يبقى ميكس من الجبن، حسب المتوفر عندك. اي حاجه تقدري تشغليها في الوصفه ديت. وبعدين بعد ما رصينا اللحمه المفرومه بالمنظر اللذيذ ده، نحط بقى الباقي بتاع ورق الجلاش. شايفين؟ مفيش اسهل من كده. سويناها، هنبتدي نسقيها بالايه؟ بالخليط بتاعنا. والله هي بتبقى احلى من الرقاق، واحلى من الفطير الشرقي. لذيذه لذيذه وطريه جدا. هندخلها الفرن تقعد ربع ساعه، وبعدين نفتح عليها الشوايه 5 دقايق لو الفرن بتاعك يعني ايه مش حامي، وبتطلع بالمنظر اللذيذ دوت. اهم حاجه تغطيها باي شيء عشان بس تطرى، وكمان تفك من الصينيه من تحت بالسكينه كده. وام محمد يبتدي تفتحها كده، وبالاسباتيلا بتسلكها عشان الخليط طبعا عمل على لزق الفطيره بتاعتنا. وبعدين بصوا قلبتها اهي بكل سهوله، وطلعت وبقت زي الفل. شايفين؟ تقولي عليها بقى ايه دي؟ فطير، تقولي عليها رقاق، تقولي عليها انا ما اعرفش ايه تقولي عليها، اللي تقوليه هي في الاخر حاجه كده جميله قوي قوي. بص عامله ازاي، طريه جدا. انا عايز اقول لك ان يعني ممكن السنه دي لوحدك تاكليها بالهنا والشفا طبعا. يعني حاجه محترمه وخفيفه ولذيذه ومش غاليه، سهله جدا، وتنفع كمان في المناسبات مشرفه قوي قوي قوي. جربوها وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات.